حضرتك الموقع دوت بستخدمه ازاي؟ الموقع دوت الاول لازم نعرف نوصل له ازاي. على الانترنت هنجيب جوجل سيرش، وبعدين هنكتب فيه www.ekb.eg وندوس انتر. هتظهر لي الروابط بتاعت الموقع في اكتر من حاجه. اولا هو الموقع الرابط الاساسي اللي بيوصلني ليه اهو زي ما انت شايف على الشاشه كده. هدوس عليه هيدخلني على الموقع، هيدخلني على الواجهه الرئيسيه للموقع. دي طريقه ان انا ابحث عنه بالرابط بتاعه. لو انا عارف. طب لو انا مش عارف الرابط بتاعه ايه، عايز اكتب باسمه اللي هو بنك المعرفه المصري. هنشوف ده برضو ازاي. هنرجع تاني لجوجل ونكتب ايه بقى فيه؟ بنك المعرفة المصري. بالظبط كده بالعربي. البنك المعرفة المصري. المعرفة المصري. هيظهر لي نفس الرابط. بالظبط، برافو عليك. فعلا هيظهر نفس الرابط زي ما انت شايف اهو. الرابط ظهر اهوت. برضه هدوس عليه هيدخلني على الواجهه الرئيسيه للموقع. تمام كده. يا ترى الموقع متقسم ازاي؟ ده سؤال جميل. الموقع متقسم لاربع اقسام رئيسيه. هنشوف الواجهه الرئيسيه الاول بتاعه الموقع ازاي والعناوين اللي فيها ايه، وبعدين هنبص على الاقسام الرئيسيه اللي في الموقع ازاي. الحقيقه من المزايا الجميله قوي في الموقع دوت ان هو زي ما قلت لك انه فريد من نوعه. مفيش دوله في العالم بتوفر خدمه لمواطنيها مجانا بالشموليه والخصوصيه والعالميه والمجانيه زي ما موجود في الموقع دوت. ادي العناوين الرئيسيه اللي عندنا في الموقع. الصفحه الرئيسيه واخد بالك معايا زي ما انت شايف كده، وبعدين رابط التسجيل لو انا عايز اسجل على الموقع، وده مكفول ومتاح لجميع المصريين بالرقم القومي. وده هنشوف برضو في فيديو تاني. مصادرنا اللي هي المصادر اللي موجوده جوه الموقع، ايه الحاجات اللي ممكن استفيد منها؟ الاحداث، لو في احداث بنك المعرفه منظم ليها زي ورش عمل او مؤتمرات او كلام زي كده، تبقى موجوده في الاجنده بتاعته. من نحن تعريف بالموقع زي ما احنا عملنا في الفيديو الاولاني بشكل مختصر. ايه الموقع او بنك المعرفه ايه هو، وايه الخدمات اللي بيقدمها والمين. اسئله متكرره، يعني الاسئله لو انت عندك حاجه معينه عايز تسالها بتدوس على الرابط دوت بيفتح لك الاسئله المتكرره. وبعدين تسجيل الدخول، ده تسجيل الدخول لو انت شخص مسجل على الموقع اصلا من الاول. تعالى ننزل مع بعض كده ونشوف الاقسام الرئيسيه بتاعه الموقع ايه. طبعا اللي انت شايفه على الشاشه قدامك ده اللي هو دوت اللي هو ده اللوجو بتاع بنك المعرفه. ثانيه واحده نقول لك تاني، ده اللوجو بتاع بنك المعرفه. ماشي الحال. وفي اربع اقسام رئيسيه. ايه هم الاربع اقسام الرئيسيه؟ من الشمال البوابه العامه، ودي بوابه اي حد في مصر عنده رقم قومي مصري بالبطاقه بيسجل فيه، يكون عنده بس ايميل بس مش اكتر من كده، ويستفيد من خدمات البنك كلها. رقم 2 بوابه الباحثين اللي هي اساتذه الجامعه اللي بيحضروا ماسترز او الماجستير او بيعملوا دراسات عليا في الجامعات اللي موجوده في القطر المصري كله. رقم 3 او البوابه الثالثه اللي هي بوابه الطالب. ايه ده معقول؟ هو في قسم لينا؟ في قسم للطلبه للتعليم قبل الجامعي، وكمان لطلبه الجامعه نفسهم بيسجلوا فيه وبيستفيدوا من كل الخدمات اللي موجوده في الموقع. وبرده زي ما قلنا بايه، بفلوس ولا ببلاش؟ ببلاش. ومين اللي عامل لنا الموقع دوت؟ مصر ام الدنيا. واخد بالك معايا؟ وده ايمانا ان القياده السياسيه بتاعتنا عارفه ان اللي بيقود تقدم الامه هو التعليم والبحث العلمي. القسم الرابع اللي هو بوابه الصغار، وده قسم خاص للاطفال فيه حاجات جميله جدا ومشوقه وسهل جدا في الاستخدام، واي حد برده ممكن يستخدمه. يعني الاطفال ممكن يستخدموه. طبعا الاطفال ممكن يستخدموه. الاب بيسجل لابنه بالرقم القومي بتاعه برده، وبيصبح للولد حساب على بنك المعرفه المصري، يقدر يدخل يشوف العاب، يقرا قصص بمنتهى السهوله واليسر والامان، لان الموقع ما بيودكش على اماكن ثانيه. اي موقع ثاني ممكن الطفل الصغير يشوف فيه حاجه ما يرضاش عنها الاب او الام او ممكن جميل. طب هو الطلاب ممكن يستفيدوا ازاي؟ جميل قوي. ده هوضحه لك في فيديو تاني، بس محتاج ان انا ناخد فيه وقت اكتر شويه.
لكن مبدئيا الطالب ممكن يلاقي فيه كل المواد الدراسيه اللي بيدرسها. يعني انت يعني مثلا طالب في ثانيه اعدادي، هتلاقي المواد الدراسيه اللي انت بتدرسها موجوده في قلب الموقع، واخد بالك معايا، سواء كانت انجلش او ساينس او ماث او سوشيال ستاديز، الدراسات الاجتماعيه، او الانجليزي او العلوم او وعلى فكره من مزايا الموقع الثانيه ان هو نسخه عربي ونسخه انجليزي، هو نفس الموقع بيشتغل عربي وبيشتغل انجليزي. طب ودي اوصل لها ازاي؟ نسخه العربي والانجليزي دي لو طلعنا فوق خالص كده هتلاقيني كده، احنا شغالين على النسخه العربي دلوقتي بتاعت الموقع، في نسخه انجليزي، لو دوست عليها الموقع بيروح مقلوب على طول للشكل الانجليزي اللي انت ممكن تستخدمه لو انت طالب مثلا في الجامعه الامريكيه او في جامعه بتدرس باللغه الانجليزيه بشكل اولي او بشكل اساسي، فانت ممكن تستفيد منه بالطريقه دي. او انت طالب في مدرسه لغات تستفيد منه، تلاقي الساينس والعلوم، تلاقي الدراسات والسوشيال وهكذا، واخد بالك معايا؟ عندك اسئله ثانيه هنا في الحته دي؟ لا. شكرا.